اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في فيديو جديد. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده بقى اخطر فيديو في الثانويه العامه كلها. اخطر فيديو ليه؟ علشان هنتكلم على زمن الباست بيرفكت، الماضي التام. والماضي التام ده من الازمنه اللي لازم نشوفها في الامتحان بتاع الثانويه العامه كل سنه. مفيش سنه ما بيجيش فيها الامتحان الا لما يكون موجود معانا الماضي التام. هنتكلم كمان على الفرق بين باست بيرفكت سمبل وباست بيرفكت كونتينوس، الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. في اخر الفيديو ما تنساش محضر لك مفاجاه، هعمل لك مقارنه ما بين الماضي البسيط، الماضي المستمر، الماضي التام. هعمل مقارنه بين الثلاث ازمنه. استنانا في اخر الفيديو عشان نشوف الفرق ما بين ماضي بسيط، ماضي مستمر، والماضي التام. ويلا بينا مع بعض نروح لتكوين زمن الباست بيرفكت سمبل، زمن الماضي التام البسيط. الماضي التام البسيط بيتكون من هاد بلس باست بارتيسيبل. هاد والتصريف الثالث، اظن مفيش اسهل من كده. هاد باست بارتيسيبل ده بالنسبه للتكوين. طب جميل. زمن الماضي التام البسيط بقى بيستخدم في ايه؟ بيعبر عن الحدث الاول من حدثين او اكتر حصلوا ورا بعض في الماضي. طيب نبسطها اكتر وندي مثال بالعربي الاول، وبعد كده هناخد امثله كتير مع بعض. دلوقتي لو افترضنا ان انت امبارح اول ما روحت اتغديت، وبعد كده قعدت ذاكرت شويه، بعد كده اتفرجت على التلفزيون، وبعد كده نمت. عملت كام حدث؟ اكتر من حدث. جميل. قال لي بقى الماضي التام ده بيعبر عن الحدث الاول من الاحداث دي كلها. يعني اول حدث انا روحت، ده الحدث رقم 1. بنستخدم الماضي التام عشان نعبر عنه. بعد كده اي احداث بعده بنعبر عنها بزمن الماضي البسيط. يبقى اول حدث في الماضي هو الماضي التام، واي احداث ورا بعد كده متتاليه بنستخدم زمن الماضي البسيط. مفيش اي مشكله. تعال ناخد امثله مع بعض بالانجليش عشان الدنيا تبقى اوضح اكتر، ونشوف الامتحان بتاعنا بيجي ازاي الاسئله فيه. بيقول لي when I arrived at the station، لما وصلت المحطة. the train not so I missed it، لما وصلت المحطة القطر كان عمل حاجة عشان كده I missed it، أنا فقدته. miss the train يعني يفقد القطار، يعني ملحقهوش يعني. يبقى أنا لما وصلت المحطة القطر كان عمل إيه علشان أنا ملحقش القطر أصلا؟ أكيد القطر مشى. جميل. هنا بقى القطر لما مشى أو غادر، ده حصل امتى بالنسبة لوصولي للمحطة؟ يبقى انا وصلت امتى والقطر ماشى؟ انا كده وصلت متأخر. فبالتالي ايه اللي حصل الاول؟ اللي حصل الاول هو مغادرة القطار. يبقى القطر لما مشى الاول، بعد كده انا وصلت بعديها، وصلت متأخر، فده كان الحدث رقم 2. يبقى هقول ايه؟ هقول when I arrived at the station the train had left so I missed it. ليه استخدمنا الماضي التام هنا بقى؟ تاني استخدمنا الماضي التام عشان هو الحدث الأول. أنا القطر مشى الأول. 2 أنا وصلت المحطة، عشان كده ما لحقتش القطر. رغم بداية الجملة بالحدث التاني arrived الماضي البسيط، ده ملوش أي معنى خالص. إحنا كل حكاية هيبقى مطلوب مننا نعرف إن مغادرة القطار كانت حدث أول ولا حدث تاني. ناخد مثال تاني مع بعض عشان المعلومة تثبت أكتر. when I arrived home، لما أنا وصلت البيت. my father not so I didn't see him، أنا روحت البيت. خد بالك arrived برضو في الماضي. طب my father كان عمل إيه عشان كده أنا ما شفتوش؟ أكيد برضو كان غادر، كان مشى. بس مشى إمتى؟ مشى الأول برضو، عشان كده هنا الحدث الأول هو my father had left. يبقى دي طريقة السؤال اللي بيجي في الماضي التام في الامتحان بتاعنا. بيجيب لي دايما الحدث الثاني في اول الجمله، والحدث الاولاني في الجزء الثاني من الجمله، بنفس الطريقه دي. تعالى بقى نشوف مع بعض امثله تاني عشان نثبت المعلومه اكتر واكتر. I was happy yesterday، انا كنت فرحان امبارح. جميل. خد بالك هنا was في الماضي. جميل. ايه السبب؟ because I know my exams. ايه سبب فرحتي؟ اكيد انا ايه؟ my exams نجحت في الامتحان. جميل.
يبقى هنا في كام حدث؟ حدثين. انا كنت فرحان حدث، واجتياز الامتحان حدث اخر. طيب يا ترى مين يحصل الاول؟ هل انا هفرح قبل ما اجتاز الامتحان ولا بعد ما اجتاز الامتحان؟ اذا هنا برضو في حدثين. الحدث الاول هو ان انا اجتزت الامتحان ونجحت، فبالتالي الحدث الاولاني هيبقى ماضي تام برضو، فهستخدم I had passed my exams. انا اجتزت الامتحان. يبقى انا كنت فرحان امبارح ليه؟ عشان نجحت في الامتحان. 1 نجحت، 2 was happy كنت فرحان. طيب تعال نشوف مثال كمان برضو. The worker came late. العامل جه متأخر. تمام، خد بالك came في في زمن الماضي، ماضي بسيط. because he not an accident، لأنه عمل حادثة. طيب فين بقى؟ هنا نفس الحكاية برضو. هنا الحادثة حصلت امتى؟ اللي عملها العامل اللي جه متأخر ده، يا ترى قبل ما يجي متأخر ولا بعد ما يجي متأخر؟ أكيد قبل طبعا. يبقى الحدث الأول هو العامل الوركر عمل حادثة، رقم 2 هو جه متأخر. فطالما في حدثين وفي حدث حصل قبل التاني، بستخدم الباست بيرفكت بتاعنا، الماضي التام بتاعنا، اللي هو هتبقى هنا had an accident، عمل حادثة، رقم 1. بعد كده هنشوف بقى بعض الروابط مع بعض زي بتدل على زمن الباست بيرفكت. زي عندي after و as soon as كان بيجي بعديهم ماضي تام، وبعد كده ماضي بسيط past perfect past simple. الحدث الاولاني ما ننساش هو الباست بيرفكت، والحدث الثاني هو الباست سمبل. بعد كده عندي الروابط الثانيه كمان في في الماضي التام زي before و by the time. بيجي بعدها بقى عكس عكس after و as soon as. بيجي بعد كده past simple الاول، بعدها الحدث الثاني، وبعد كده past perfect بقى الجمله الثانيه الحدث الاول. يبقى as soon as و after عكس before و by the time. اما في حاله عدم وجود فاعل بعد after و before بنضيف للفيرب ing على طول. يعني طالما ما فيش subject فاعل بعد after و before بنضيف للفيرب ing مباشره. تعال نشوف امثله مع بعض. Before eating my breakfast I had washed my face. هنا لاحظنا ان before ما فيش بعدها فاعل، فبالتالي هستخدم ing على طول. تعالوا نشوف مثال كمان. After watching TV we went for a walk. بعد مشاهدة التلفزيون، يبقى بالتالي هنا after مفيش فاعل، هنستخدم ing مباشرة. تعالوا بقى مع بعض نروح ل till و until. till و until أدوات ربط برضو بتيجي فين؟ بتستخدم في زمن الماضي التام، بس خلي بالك till و until بيجوا فين؟ في منتصف الجملة، بيجوا في نص الجملة. طيب بيجي قبليهم بيجي قبليهم ماضي بسيط منفي. بيجي قبليهم ماضي بسيط منفي اللي هو ازاي ده؟ زي ما خدنا في الباست سمبل قبل كده، كنا بان في ماضي بسيط ازاي لو فاكر؟ ايوه didn't plus infinitive. didn't مصدر. طيب هل خد بالك هنا في صيغه الاكتف مبني المعلوم بستخدم didn't plus infinitive. طب وعندنا كمان؟ قال لي ممكن تستخدم كمان wouldn't plus infinitive. يعني ممكن didn't ومصدر او wouldn't وراها مصدر. خد بالك كل ده فين؟ في الاكتف في المبني المعلوم. طب افرض الجمله اللي كانت قبل till و until كانت باسيف مبني المجهول، اوعى تنسى بقى ان احنا بنستخدم wasn't او weren't وراهم past participle. ده في حاله المبني المجهول wasn't او weren't plus past participle في حاله الباسيف. طب كل ده كان اللي بيجي قبل till و until. يا ترى اللي بيجي بعد till و until؟ قال لي ايوه بيجي past perfect الماضي التام اللي هو مين تاني؟ had plus past participle. تعالوا مع بعض بقى نشوف امثله على till و until. بيقول لي my father didn't go to bed until he had finished his work. my father didn't go to bed يعني ما راحش ينام until الا لما خلص الشغل بتاعه. خد بالك هنا جمله active مبني المعلوم. طب مثال كمان I wouldn't leave the office till I had locked the doors. أنا ما كنتش هغادر المكتب إلا لما قفلت قفلت الأبواب. خد بالك برضو هنا برضو بنتكلم في الأكتف. تعالوا ناخد مثال الأخير وهو في الباسيف. The exam wasn't answered
خد بالك هنا ايه شايف wasn't answered. was تصريف ثالث، ده ايه ده الباسيف في الباست سيمبل. يعني ايه الجمله دي معناها ايه؟ يعني الامتحان ما تجاوبش، الامتحان ايه؟ ما تجاوبش until he had read the questions، الا لما هو قرا الاسئله. يبقى الامتحان ما جاوبش اللي هو ايه؟ لما هو قرا الاسئله. ده بالنسبه لجمله الباسيف. خلي بالي ان اقرا جمله كويس عشان ممكن في الامتحان تيجي الجمله اللي قبل till وانتل اكتف او باسيف، فخلي بالي عشان ما اقعش في التركه دي. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا باي من الكلمات الداله على الباست بيرفكت برضو. باي بيجي وراها فتره زمنيه في الماضي. زي ايه امثله كده؟ يعني باي 2012، باي 2012، باي لاست فرايداي. باي اي ساعه، اي نقطه زمنيه في الماضي بعد باي ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيجيب بعدها باست بيرفكت على طول. يعني باي نقطه زمنيه في الماضي بيجي بعدها باست بيرفكت على طول. تعالوا نشوف مثال مع بعض. قال لي باي 2016، يعني معناها ايه بقى؟ معناها بحلول 2016. يعني معناها كده ببساطه قبل ما تيجي 2016 I had graduated from university. انا كنت اتخرجت منين؟ من الجامعه. خد بالك هو اتخرج قبل ما تيجي 2016. يعني ايه؟ يعني بص كده المثال اللي بعده ده نفس الجمله اللي فوق دي بتساوي الجمله اللي تحت بتقول ايه بقى؟ before 2016، يعني قبل ما تيجي 2016 I had graduated from university. يعني التخرج حصل قبل حلول 2016. يعني هو اتخرج رقم 1 وبعد كده رقم 2 2016 جت بعدها. ده بالنسبه لباي وراها نقطه زمنيه في الماضي بعديها باست بيرفكت الماضي التام. عندنا كمان اداه ربط اسمها having بيجي وراها باست participle. دي بتستخدم بدلا من after. تعال نشوف مثال مع بعض. having done his homework he went to sleep. having هنا بيجي بعدها ايه؟ باست participle مباشره. having بيجي وراها باست participle على طول. طيب having معناها اصلا معناها after بعد. يبقى having done his work معناها بعد ما خلص الايه؟ الشغل بتاعه هو راح ايه عشان ينام. يبقى having done معناها بعد ما خلص الايه؟ الشغل بتاعه. تعالوا بقى ايه؟ تعالوا نشوف بقى ايه having هنا بتساوي مين؟ بتساوي after he had done his work، بعد ما خلص الشغل بتاعه. يبقى after الماضي تام بتاعتنا ممكن نستبدلها بكلمه having وراها ايه؟ past participle. بس خلي بالي بقى في عندي هنا تركية مهمة جدا، صيغة having في المبني المجهول. يعني having لما تستخدم في الباسيف المبني المجهول بنعمل ايه؟ قال لي بيجي بعدها been past participle. having been past participle ده لما اتكلم على having في صيغة الباسيف. تعال نشوف مثال مع بعض. having been arrested they sent him to prison. هنا ايه؟ شفت بقى having been arrested معناها ايه؟ بعد ما اتقبض عليه. having been arrested بعد ما اتقبض عليه. هنا صيغه الايه؟ صيغه الباسيف المبني المجهول مع having. يبقى having active مبني معلوم past participle، لكن باسيف been past participle. تعالوا مع بعض بقى نروح لادوات ربط تانية. عندي حاجه اسمها no sooner، عندي حاجه اسمها hardly، عندي كمان scarcely. دول ادوات ربط برضو بيستخدموا في الماضي التام. بس خد بالك لما ببدا بيهم الجمله بيتغير صيغه الجمله الخبريه بتاعتي وتحول لصيغه استفهاميه. يعني ايه؟ يعني لو جبت نو سونر في اول الجمله او هاردلي او سكيرسلي بنرتب الكلام ازاي؟ بعدها بيجي هاد، بعد كده subject الفاعل بتاعي، بعد كده الباست بارتيسيبل. يبقى في الامتحان بيسالني دايما على ايه؟ على ترتيب الجمله بعد ادوات الربط نو سونر وهاردلي وسكيرسلي. هاد subject فاعل اللي هو بعد كده عندنا باست بارتيسيبل. طيب بس كده؟ قال لي لا، ممكن نستخدم كمان did فاعل مصدر. يبقى عندك هاد فاعل باست بارتيسيبل او did فاعل مصدر. طيب والجمله الثانيه عندي ايه؟ عندي بقى بستخدم كلمه then، خلي بالك من الحته دي عشان مهمه جدا، مع نو سونر. يبقى نو سونر مع مين؟ مع then. طب عندي ايه؟ عندي when مع هاردلي وسكيرسلي، الاثنين بستخدم معاهم when، لكن نو سونر بستخدم معاهم then. طب والجمله الثانيه بعد كده قال لي بستخدم past simple في الجمله الثانيه. يبقى الشكل ده مهم جدا جدا جدا، وجا في الامتحان الثانويه العامه مرات كتيره جدا في الامتحانات السابقه. تعال نشوف امثله مع بعض. No sooner had هاني eaten
then he slept. نص نرجع وراها had وكده هاني وكده eaten التصريف التالت بتاعنا. كلمة then ما ننساهاش وبعد كده ماضي بسيط. مثال كمان hardly had هاني eaten نفس المثال برضو بس استخدمنا hardly وناخد بالنا ايه؟ ناخد بالنا من كلمة when في الجملة التانية. تعالى بقى مثال أخير scarcely. خد بقى هنا بالك بقى هنا ايه؟ did. شفت اشتغلت بإيه؟ استخدمت did. لما استخدمت did جبت بعديها ايه؟ eat ما جبتش eaten. لاحظ استخدمت did فاعل مصدر وبرضو ايه عندنا when في الاخر مع scarcely. نروح بقى مع بعض كمان لأدوات ربط تانية. عندي حاجة اسمها it was only when او عندي كمان it wasn't until. بعديهم بيجي ايه؟ قال لي بعد كده بيجي بعديهم past perfect. جميل. وبعدين قال لي الجملة بنستخدم كلمة اسمها that والجملة الايه تانية past simple. يبقى إيه؟ أدوات الربط دي it was only when و it wasn't until ماضي تام that ماضي بسيط. ماضي تام that ماضي بسيط. تعال نشوف مثالين مع بعض. it was only when he had finished his work that he helped me. مثال كمان it wasn't until he had finished his work that he helped me. يبقى أدوات الربط دي بيجي بعدها تام that بعد كده بسيط. مفيهاش أي فكرة إنك بس تعرف إيه اللي بعديها بعد it was only when و it wasn't until. تعالوا بقى نروح مع بعض للباست بيرفكت باسيف. المبني المجهول في الماضي التام بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من had been past participle. يبقى الباسيف في الماضي التام بيتكون من ايه؟ had been past participle. تعالوا ايه نشوف مع بعض مثال. mother had made a cake before we went to bed. عملت كيك قبل ما نروح ايه؟ ننام. دي الجملة دي اكتف. مام had made عملت الكيك. جميل. يبقى هنا هنعمل ايه في الباسيف زي ما اتعودنا قبل كده؟ هنبدأ بالكيك المفعول. A cake had been made before we went to bed. يبقى الباسيف بدأنا بالكيك المفعول واستخدمنا had been made عشان عندي الزمن بتاع الجملة بتاعي ماضي تام اكتف. هستخدم الماضي التام الباسيف اللي هو had been made. ده الباسيف في زمن الماضي التام. تعالوا بعد بقى نتكلم على الباست بيرفكت continuous زمن الماضي التام المستمر. زمن الماضي التام المستمر بيتكون من ايه؟ بيتكون من had been plus الفيرب ing. ماضي تام مستمر بيتكون من had been والفيرب نضيف له ing. ده زمن الماضي المستمر. طيب ايه الفرق ما بين الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر؟ عاوز اقول لك على مفاجأة ان الماضي التام المستمر والماضي التام البسيط بيساووا بعض. يعني ايه بيساووا بعض؟ يعني نفس الكلام اللي قلناه في الجزء الاول في الماضي التام هو نفس الكلام اللي هيتقال دلوقتي في الماضي التام المستمر باستثناء اختلافات بسيطة هقول لك عليها دلوقتي. الماضي التام المستمر بيعبر برضو عن الحدث الاول من حدثين حصلوا ورا بعض في الماضي. يعني نفس استخدام الماضي التام البسيط. ولكن الماضي التام المستمر بياخد فترة زمنية اكبر من اللي استخدمها او اكتر من اللي اخدها الماضي التام البسيط. طب اديني مثال عشان افهم اكتر. بيقول لي ايه؟ there were floods يعني كان في فيضانات. جميل. الكلام ده فين في الماضي؟ because it had been raining for 3 days. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في امطار رقم 1 حصلت ورقم 2 نتجت عنها فيضانات. جميل. ليه استخدمت بقى الحدث الاول هنا had been raining ما استخدمش البسيط؟ قال لي شايف for 3 days لمدة 3 ايام. هنا الحدث بتاعي استغرق فترة زمنية وجه كلمة for اللي بتاخد وقت معاها. فبالتالي طالما الحدث خد فترة فبستخدم الماضي التام المستمر مش البسيط. تعال نشوف مثال كمان. I was tired because I had been working all day yesterday. أنا كنت مرهق. جميل. ده ماضي بسيط أهو. طيب إيه اللي حصل؟ المفروض إني اشتغلت الأول الماضي تام. إيه اللي خلاني أستخدم الماضي التام المستمر بقى هنا؟ قال لي عشان مديني كلمة all day دي معناها طول اليوم. يبقى مركز على إيه هنا؟ مركز على مدة الحدث ومدة اللي سرق الحدث إنه خد فترة واستمر لفترة طويلة. فبالتالي هستخدم الماضي التام المستمر وليس البسيط. يبقى هنا الخلاصة ان الماضي التام المستمر هو حدث اول برضو زي الماضي التام البسيط ولكن
بنستغرق فترة زمنية، الاقي مثلا كلمة فور وراها مدة، كلمة all بتدل على المدة. فطالما الحدث بتاعي استغرق فترة زمنية بستخدم الماضي التام المستمر وليس الماضي التام البسيط. تعالوا بعد كده بقى نشوف اصعب حتة واكتر حتة فيها مقارنة بين الزمنية، الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. اول اختلافات بقى الفروقات اللي موضع الامتحان بتاعنا. اول فرق ان الماضي التام البسيط بيركز على انتهاء الحدث. يعني الماضي التام البسيط بتاعنا بيركز على نهاية الحدث، لكن الماضي التام المستمر بيركز على على المدة اللي استغرقها الحدث. يبقى البسيط ركز على انتهاء الحدث، لكن التام المستمر ركز على المدة. طب اديني مثال عشان افهم اكتر. I had done my homework. انا عملت الواجب. جميل. before I watched the film. قبل ما اتفرج على الفيلم. يبقى هنا رقم 1 عملت عملت الهوم ورك. تمام. رقم 1 حدث هو اول، وبعد كده رقم الحدث الثاني I watched the film. اتفرجت على الفيلم. حدثين اهم، 1 2، مفيش مشكله. هنا بركز على بقى؟ الماضي التام اللي had done ده بركز على ان الحدث انتهى، خلص انا عملت الهوم ورك بتاعي. تعال نشوف المثال الثاني بقى. I had been doing my homework for an hour before I watched the film. انا كنت قاعد اعمل الهوم ورك بتاعي لمده ساعه قبل ما اتفرج على الفيلم. ده بقى الفرق بقى. هنا ركزنا على الفتره اللي انا استغرقتها في الحدث، قعدت ساعه بعمل هوم ورك. طالما ركزنا على المده اللي هي for an hour زي ما انت شايف كده بالظبط، for an hour لمده ساعه، فبالتالي هستخدم had been doing ماضي تام مستمر مش بسيط. وده كده اول فرق ما بين الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر. البسيط ركز على انتهاء الحدث، ولكن الماضي التام المستمر بيركز على المدة اللي استغرقها الحدث. الفرق رقم 2، لو ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل بنستخدم الماضي التام البسيط وليس الماضي التام المستمر. يعني مش فاهم. تعال نشوف كده مثال. خالد had sent me 3 emails before he left the office. خالد بعت لي 3 ايميلات قبل ما يغادر المكتب. هو بعت كام؟ 3 ايميلات. طالما ذكرنا عدد مرات، يعني 3 ايميلات، 3 كوبايات شاي، 3 سندوتشات، 4 كوبايات قهوة. طالما ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل فبالتالي هستخدم الماضي التام البسيط. هنا طالما قال لي 3 ايميلز، 3 ايميلات، يبقى هنا هقول had sent. مش هينفع اقول had been sending. غلط. اوعى تيجي تقول بقى اوعى في الامتحان يوقعك ويجيب لك ماضي تام مستمر وتقول لي انا لقيت had been sending. اقول له لا، ما ينفعش. ليه؟ عشان ذكرنا عدد مرات حدوث الفيرب. هنا 3 ايميلز، فبالتالي ذكرنا عدد مرات، هستخدم المضارع الماضي التام البسيط وليس المستمر. ايه الفرق بقى الثالث ما بين الماضي التام المستمر والماضي التام البسيط؟ قال لي خلي بالك الماضي التام المستمر ما بنستخدمش معاه افعال الحواس والشعور والاعتقاد، اللي هي الافعال اللي ما بتجيش مع الازمنه المستمره، زي ما خدناها في قبل كده في زمن الماضي المستمر في فيديو سابق. تعال نشوف امثله مع بعض. I had known him for years before I met him in London. انا كنت عارفه لمده سنين كتيره قبل ما قبله في لندن. خلي بالك هنا بص for years، هنا بتركز عليه. بص for years مده اهي. طب ده قلت had known ليه؟ قلت ليه had known ما قلتش had been known؟ عشان الفعل know ما بيجيش في في الازمنه المستمره، فبالتالي اوعى تستخدم الفيرب know مع الازمنه المستمره، وهنا بنتكلم على زمن الماضي التام المستمر. تعالوا بقى مع بعض نروح لاخطر جزئيه في فيديو النهارده، وهي اختار ماضي بسيط ولا تام ولا مستمر. انا مش عارف دلوقتي، عندي سؤال في الامتحان ومديني 3 ازمنه، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي مستمر. انا اعمل ايه؟ مش عارف اتصرف ازاي. ركز كده معايا عشان دي خلاصه الازمنه اللي ازمنه الماضي كلها في اللغه الانجليزيه بتاعتنا. دي الخلاصه بتاعت الازمنه، عشان في الامتحان يجي لك اي سؤال هتعرف ازاي تتعامل معاه. تعال نشوف مثال كده مع بعض. When I finished school، لما خلصت المدرسه. I not the university، انا نقط الجامعه. وديني فيرب join يعني يلتحق. يعني عاوز يقول عاوز يقول لما انا خلصت المدرسه التحقت بالجامعه. حلو قوي. كم حدث دول؟ حدثين. خلصت المدرسه، التحقت بالجامعه. جميل. الاحداث دي لاحظنا لاحظنا ان حصلت ورا بعضها. يعني في حدث اول finished خلصت، في حدث تاني
اللي هو التحقت بالجامعة. جميل. قال لي أول ما الاقي في الامتحان الأحداث مترتبة أو حصلت ورا بعضها طبيعيا أو حصلت ورا بعض كده بنفس شكل المثال ده، بعمل ايه؟ قال لي بتجيب ماضي بسيط الحدث الاولاني زي ما انت شايف كده finished، والجمله الثانيه ماضي بسيط برضه joined. يبقى امتى استخدم ماضي بسيط والجمله الثانيه ماضي بسيط؟ قال لي لما تكون الاحداث ورا بعضها متتاليه، احداث متتاليه ورا بعضها. يبقى كده طالما حدثين ورا بعض في الماضي ماضي بسيط ماضي بسيط. جميل. طب تعال نشوف المثال الثاني ده. I arrived at the cinema late. أنا وصلت السينما متأخر ماضي بسيط arrived. خلي بالك. The film have an hour earlier. الفيلم بدأ تاني فيرب ستارت طبعا، فالفيلم بدأ بدري نص ساعة، فأنا وصلت السينما متأخر فالفيلم بدأ بدري. هنا بقى في حاجة غريبة، الفيلم هل بدأ قبل ما أوصل ولا بعد ما أوصل؟ لا، الفيلم بدأ قبل ما أوصل عشان وصلت متأخر، فبالتالي فينا الحدث إيه؟ الحدث الأول هو بداية الفيلم، والحدث التاني هو وصولي. هنا الأحداث مش ماشية ورا بعضها، في 1 2. مين بقى اللي أخدناه في أول الفيديو بيعبر عن الحدث الأول من حدثين أو أكتر؟ هو ده صح كده، الماضي التام. الماضي التام had started. يبقى هستخدم إيه؟ الماضي التام had started عشان أعبر الحدث الأولاني. هنا الأحداث مش مترتبة، فبالتالي عندي حدث رقم 2 arrived والحدث الأولاني had started، فاستخدم ماضي تام في الجملة التانية. طيب آخر مثال بقى مع بعض. When my father arrived home. لما my father وصل البيت I know TV. يعني أنا دلوقتي كنت بعمل إيه لما my father arrived وصل؟ أيوه كنت بتفرج على التلفزيون. جميل. كنت بشاهد التلفزيون. يبقى الحدث ده كان ماله لما my father وصل؟ أيوه كان مستمر. إذا هنا هستخدم مين؟ was watching الماضي المستمر. إذا هنا مطلوب منك في الامتحان آخر السنة إيه؟ مطلوب منك تعرف علاقة الأفعال أو الأحداث ببعضها. أول مثال معانا حدثين ورا بعض يبقى بسيط بسيط. المثال التاني معانا الأحداث كانت مش مترتبة، في حدث حصل قبل التاني. الحدث الأول اللي بيحصل مهما كان مكانه في الجملة بخليه ماضي تام، الحدث التاني بخليه ماضي بسيط. وآخر مثال معايا كان بيتكلم على فكرة إيه؟ إن في حدث حصل لما حدث تاني كان شغال ساعتها. يعني أنا كنت بتفرج I was watching TV لما my father arrived أثناء مشاهدتي للتيفي، فبالتالي حدث كان شغال في الماضي وحدث تاني حصل أثناءه، عشان كده هختار الماضي المستمر. وبكده يبقى عملنا مقارنة ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام، ونقدر في آخر السنة إن شاء الله نختار بسهولة جدا. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.